ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في قناتي فن فود مع مورا. وصفة جديدة النهاردة هنقدم الحلبسة، مشروب مصري شهير. الجو برد، قلنا نتدفى ونعمل الحلبسة اللي بتتشرب دايما على كورنيش النيل وكورنيش اسكندرية، ونعملها بنفس الطعم بالظبط. معانا كوباية من الحمص، بننقيها طبعا كويس ونغسلها اكتر من مرة، وننقعها بعد كده. اقل مدة للنقع هي 6 ساعات او من بالليل للصبح، لغاية لما تنتفخ معانا كده بالشكل ده. اهم حاجة ان احنا نغسلها كويس جدا قبل النقع، وطبعا بعد النقع برضو لازم تتغسل كويس جدا. اي نوع من البقول لازم نعمل معاه كده. بعد كده في حلة على النار هنضيف حوالي نص لتر من المية، وهنضيف كمون وملح وبصل بودر، وهضيف شرايح من التوم. انا هنا حطيت فص توم كبير، يعني ممكن تحطي فصين 3 متقطعين شرايح، انا مش عايزاه مدقوق لان بعد كده هشيله. وهضيف كمان حوالي معلقتين من الصلصة، دي صلصة بيتي انا عاملاها لاني مش بحب استخدم الصلصة المعلبة. وبقلبهم كده مع بعض. انا ضفت بعد كده، يعني دي اللي شفتوها معلقة ونص، ضفت بعد كده كمان نص معلقة، حوالي معلقتين من الصلصة. ونسيبهم بقى يغلوا على النار كويس جدا. وبشيل لو في اي ريم بالشكل ده، ببتدي ارفع الريم زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الشرايح ديت موجودة، دي هنشيلها في الاخر خالص. انا عايزة منها الطعم بس، لكن مش عايزة احس بطعم الثوم المفروم او موجود يعني في بوقي. بعد كده هضيف بقى الحمص بعد ما غسلته تاني بعد النقع. هبتدي اضيفه في المية اللي احنا حطينا فيها كل الحاجات دي، واسيبه يغلي على النار وياخد طعم كل البهارات اللي احنا نكهنا كده المية بتاعة الحمص الاول، علشان لما نحط فيها الحمص يبتدي الحمص ياخد من طعم المية دي كلها. ما احطش الحمص في مية سادة خالص وبعد كده ابتدي احط البهارات في الاخر، مش هلاقيه متطعم ابدا. شايفين بقى لون المية هنا عامل ازاي؟ هسيبه بقى، يعني هعرف ان هو استوى ازاي. هبتدي امسك حباية من الحمص واضغط عليها او ادوقها، وهلاقيها ان هي خلاص بقى طعمها مظبوط. طبعا ده بيختلف حسب مدة النقع اللي احنا نقعناها الحمص. وزي ما انتوا شايفين كده شرايح التوم بقت على الوش، ومن سهل جدا ان احنا نرفعها. هو كده خلاص استوى. في كوباية بقى بنضيف رشة من الكمون. احنا حطينا طبعا في الاول في المية كمون وبابريكا، وحطينا بصل باودر، وحطينا ملح. هنا بقى في الكوباية هنضيف رشة من الكمون ورشة من الشطة او شوية كده من الشطة الحلوين، لان انا بحبه سبايسي طبعا، وعصير ليمون. عايزه اقول لكم بيدفي جدا جدا، وجبه مشبعه قوي، يعني تقدروا تاكلوه كده بالليل هتتدفوا جدا. وبصراحه طعمه في منتهى الجمال، وزي ما بتاكلوه من بره ويمكن كمان احلى. زي ما احنا شايفين كده حطينا الشطه والكمون وحطينا عصير ليمون. بنبتدي نضيف الميه الاول بتاعه الحمص، ونضيف الحمص معاها بالشكل ده. طبعا الشطه بتديه طعم حار كده ولذيذ جدا مع كل طعم التوابل اللي احنا حطيناها. طبعا احنا رفعنا شرايح التوم ديت قبل ما نصب الحمص. عايزاكم تجربوها وتتدفوا بقى كده في الشتاء بحاجات بسيطة. نبتدي بقى نضيف كده في الكوبايات بتاعتنا الحمص كده بالشكل ده، ومعاه المية بتاعته. طبعا الحمص او الحلبسة، احنا طبعا هنا مشهورة عندنا في مصر جدا هي الحلبسة دي، يعني مشروب مصري شهير جدا. بيتقدم من زمان واشتهرنا بيه جدا. ودايما اي حد بينزل اسكندرية هنا على الكورنيش او كورنيش النيل في القاهرة، دايما دوت من الحاجات اللي بتتقدم سخنة على الكورنيش، مع الذرة والبطاطا والحاجات الجميلة بتاعتنا دي اللي بتدفي جدا في الشتاء، وبيبقى طعمها لذيذ قوي. شايفين بقى لون المية بتاعته حلوة ازاي، وطعمها عايز اقولكم حلو جدا. نبتدي نحط بقى كده شريحة من الليمون. نقدم طبعا زي ما اتفقنا ان احنا دايما نقدم
الأطباق بتاعتنا أو أي مشروب أو أي حاجة بنقدمها نقدمها بشكل حلو، ونبتدي نحط بقى الشاليمو كده. ده طبعا لو حابين، لكن طبعا لو مش حابين براحتكم، ممكن تحطوا شريحة الليمون وتاكلوه عادي بالمعلقة. وبيبقى فيه الشاليمو كده بالشكل ده. عايزة اقول لكم كان طعمه تحفة جدا جدا جدا. حقيقي بجد لازم تجربوا الوصفة دي، وصفة سهلة. شوفوا بقى الجمال شكله حلو ازاي. يلا قومي بسرعة بقى جهزيه واعملي احلى وصفة حلبسة ممكن تدوقيها. اتمنى اكون الوصفات اللي بقدمها بتعجبكم، ولو الوصفات بتعجبكم اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة عشان تشوفوا كل الوصفات اللي هنقدمها الجديدة. تشجيعكم دوت هو اللي بيخليني ان انا اكمل، وهستنى رايكم في التعليقات. ولو حابين اي سؤال او اي وصفة عايزين اعملها لكم قولولي عليها. اشوفكم في وصفة جديدة وفان فود مع مورا. باي باي.